كيك أو المسكوتشو اللي اشتهرت به مكانش اللي جربت الوصفة أو ما نجحت لهاش يجي اسفنجي كيما راكم تشوفوا، خفيف ريشة وطريقة العمل تاعو سهلة ماهلة، مجرد مقادير مضبوطة راح نقولهم لكم ديروهم تخلطي بالفوي وراح تحصلي على هذه النتيجة. بلا نبداو الوصفة، اذا مازال ما درتليش متابعة في الحساب تاعي ديري لي متابعة واعجاب للفيديو هكذاك يوصلولك الوصفات تاعي. درك نروحوا المقادير وطريقة التحضير. عندنا 3 حبات نتاع بيض، كاس الا ربع سكر، لسعة الكاس 220 ملي، نخلطو جيدا. من بعد نضيفو كاس الا ربع زيت ايضا مع الخلط باستمرار ونخلطو جيدا، لازم تضيفو الزيت، لازم تخلطو جيدا. من بعد ضفت كاس الا ربع حليب وايضا نخلط جيدا، يعني نخلط خلاطه خفيفه. بعدها ضفت عطر الليمون، اذا عندكم قشور ليمون ضيفوه يكون افضل، مع ملعقه صغيره فانيليا ونخلط. بعدها ضفت كاس نتاع فارينة اللي هي الطحين الأبيض، مع كيس ونصف خميرة كيميائية، الخميرة الكيميائية بالميزان 15 غرام ونخلط كما راكم تشوفوا. ومن بعد بديت نضيف الفارينة بالتدريج، هنايا دات لي شوية أكثر من نصف، يعني كاس وشوية أكثر من نصف. وفي الأخير ضفت ملعقة نتاع خل ونخلي الخليط نتاعي يرتاح 5 دقائق. من بعد جبت الصينيه تاعي اللي كنت دهنتها بالزبده ورشيتها بالفرينه، القياس تاع الصينيه 23 على 23. نكونوا مسخنين الفرن تاعنا على اقصى درجه، نديروها طيب في الرف الوسطاني على 160 درجه، طيب من التحت باش نشعلو من فوق تاخذ اللون الذهبي. وهذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. السلام عليكم.